وتعالى بقى عشان الناس دوشانه بفليك. خليك انت كده هتشتيجي دلوقتي. ورقه فليك، ورقه فليك عشان الموسم الماضي والموسم الحالي هم 7 نقط، 7 نقط في دوري الابطال والدوري. نيجي الموسم اللي فات، الموسم الماضي بعد 16 مباراه 14 فوز خسارتين. هذا الموسم 11 فوز 3 خسائر تعادلين. ترتيبه كان في الدوري الاول 33 نقطه، ترتيبه الان 28 نقطه، يعني فرق 5 نقط هيجيبهم. دوري الابطال بعد كان في ترتيبه السادس 9 نقط الموسم الماضي، هذا الموسم 7 نقاط ترتيبه ال11، عنده ماتشات صعبه هيجيبها. يعني الموسم اللي فات في الدوري ودوري الابطال 7 نقط بس. وانا زي ما قلت المشكله في برشلونه مش في خط الدفاع، المشكله في الخط الهجوم، ما بيقومش بدوره في عمليه الضغط ولا استرجاع الكره ولا بيسجلوا المعدل المتوقع. 55 هدف بعد 16 مباراه الموسم الماضي، هذا الموسم 44 هدف، 44 هدف. يعني كبير. ال 11 هدف دول لو اتسجلوا كانت ال7 نقط اللي في دوري الابطال والدوري جم في كل ظل الاصابات والغيابات والكلام. العب يا فليك زي ما سيلتا فيجو لعبت الشوط الاولاني حلو والشوط الثاني كان فيه توازن، العب زي ما بتلعب، قدم لنا كره حلوه، لان احنا زهقنا من الفرق اللي بتلعب روبوتات وكتب. انما الحاجه دي تستمتع بيها وتجيب كوبايه شاي وتقعد وتستمتع مع برشلونه. لو انت مشاهد حيادي، المشاهد بتاع برشلونه اللي بيحب برشلونه يقول لك ايه يا عم ده جاب لنا الضغط وبتاع، جاب لك 3 بطولات الموسم الماضي بهذا الاسلوب.